مساء الخير، اهلا بيكم في اسهل طريقه مع ميمي. النهارده هنعمل اسباجيتي باللحمه المفرومه، حلوه جدا في العزومات وهتشرفك جدا. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هعصج اللحمه المفرومه بتاعتي بالطريقه اللي احنا متعودين عليها. هنحط اللحمه المفرومه في صينيه او في طاسه، وهنحط عليها البصل المبشور والملح والفلفل والسبع بهارات، وهنسيبها على نار هاديه لغايه لما تتعصج. انا علشان هعصجها بالطماطم فانا هحط عليها بعد كده شويه طماطم او صلصه زي ما تحبي، وهسيبها لغايه لما تشرب من الصلصه دي او من الطماطم دي وتتعصج كويس جدا. هنسلق بقى المكرونه بتاعتنا في حله فيها ميه مغليه وفيها شويه ملح كده، معلقه ملح وشويه من الزيت. في حله بقى على النار هحط معلقه كبيره من الزبده او معلقتين، وهحط معاهم شويه زيت. هحط شويه ملح كمان، يعني حوالي معلقه صغيره كده، وهحط كمان معلقه صغيره من الزعتر، وهنقلب كل الحاجات دي مع بعضها كده. انا مش هقدح السمنه او الزبده، انا هخليها بس تسخن كده. هنزل بقى بالسباكيتي بتاعتي كده. انا موطيه طبعا النار خالص، هقلب. خلاص غرفنا المكرونه بقى. هنجيب اللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها وهنغطيها كلها باللحمه المفرومه دي. طبعا اللحمه المفرومه يبقى فيها شويه صوص كده عشان ينزل لي على المكرونه. ايه رايكم بقى؟ في منتهى الجمال والطعم حكايه. عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يجيلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي انا بستناها عشان اعرف رايكم في الحاجات اللي انا بقدمها. دي طريقه عمل المكرونه سباكيتي باللحمه المفرومه باسهل طريقه مع ميمي.